جميل بس مش هشتريه. حاج ابراهيم. انا هروح من هناك. اهلا بيكم في فيديو جديد من مطار داسلدورف في المدن الالمانيه. انا النهارده هشوف اخويا اللي ما شفتوش بقالي 3 سنين، وامي وابويا ما يعرفوش ان انا جاي، فالمفروض ان احنا كلنا هنتقابل في مطار القاهره. ليه؟ عشان هم 3 كانوا في عمره، وصدفه ان هم راجعين في نفس اليوم اللي انا راجع فيه. فرحلتنا هتبدأ من مدينة زفولا الهولندية إلى مدينة داسلدورف الألمانية، ومن مدينة داسلدورف هناخد طيران لمدينة فرانكفورت، ومن فرانكفورت لمطار القاهرة الدولي في مصر. بس انا ليه مسافر من المانيا مع اني عايش في هولندا؟ تعالوا نبدا الفيديو من الاول. فيلا بينا نبدا رحلتنا ونحط الشنط في العربيه. والاول مره معانا ام العيال مع ان مفيش عيال. يو جو تو ايجيبت. وقفنا عشان نحط بنزين، فتعالوا اوريكم ازاي بنحط بنزين هنا. مفيش ولا سايس ولا اي حاجه. يبقى دي عباره عن كيسه ممكن تلبسها عشان انت بتحط بنزين، وهنا بنزين اهو 7 لتر ب 15 يورو. في العادي بتيجي بتحط الكارد بتاعك بتاع البنك وهو بيسحب لوحده، يعني بتفضل تحط بنزين وتخلص بيسحب لوحده وبس كده. لكن في البنزيمه دي الوضع مختلف. بتيجي تحط بنزين هنا وتروح تدفع في الكاشير جوه هناك. في ثقه في الناس وفي امانه بصراحه ما شفتهاش في اي حته تانية. يعني تخيل مثلا ان احنا حطينا مثلا بنزين هنا وخدنا بعضنا ومشينا، محدش يقول لك انت بتعمل ايه. وكده ايه، حاطط بنزين وجاي فرحانه. حته الامانه دي موجوده بوفر هنا. اول حاجه وصلنا الجراج اهو، وهناخد الشنط ونسيب العربيه هنا ونتحرك على المطار. احنا وصلنا المطار اهو، المفروض بقى نعمل تشيك ان للشنط عشان ما فضلتش غير ساعتين والطياره تطلع. كان والله نفسي اتفرج على المطار هنا بس للاسف ما فيش وقت، فاحنا كده رايحين مطار فرانكفورت بقى اتفرج عليه هناك، فيلا بينا. See you in Frankfurt. وصلنا مطار فرانكفورت اهو، وللاسف الطياره متاخره نص ساعه عن ميعادها، فحتى كل الناس بتجري هناك اهي. الحمد لله وصلنا في الميعاد، وفضل بالظبط ساعه على الطياره، فهاخدكم جوله كده في المطار هنا. بالنسبه للبتاع دي صناره لابويا. ابويا بيحب الصيد وكده، فجايب لي صناره، فما كانتش داخله في الشنطه. What about catching fish? It's funny. فهو بيحب الصيد وكده، فجبتها له. دي كانت هدايا حلوه ليه يعني، بس ما كانتش كويسه في الشنطه، فاضطريت احطها كده في الجنب. شكلها ضحكه عامله زي علم يعني. اخوكوا جوله جوه السوق الحر هنا في المانيا. تعالوا نشوف البرفيوم هنا. اول ما شاف البرفان على طول بتقوم حاطه. جميل بس مش هشتريه. ده عامل كام؟ 99 يورو. نايس. يا الدرجة دي ريحتي معفنة. It's not like Yeah, it's nice. It's like but I will not buy it. This is 100 euro.
ولا جميل بس مش هشتريه عشان اعمل 100 يورو. خلصنا الحمد لله السوق الحر اهو، وما اشتريناش حاجه عشان حاجه كلها غاليه. حاطين بس برفيوم كتير. في محل بقى للالكترونيات، ودي الحاجات المفضله بالنسبه لي عن البرفيوم والحاجات دي. هنا حاجات JBL كلها. تعالوا نبص بصه. هنا ايفون 14 برو ماكس عامل 1400 يورو. اميزنج. سماعة JBL دي عاملة 300 يورو. Let's go to catch the flight. نروح عشان نلحق الطيارة. أنا كنت بصراحة جاي أشوف درون بس ما لقيتش عندهم درون. أنا دايما بحب الدرون، وإن شاء الله يوم ما أجيب درون كويسة. فيلا نلحق الطيارة. وعموما المطار هنا يعني شكله ألطف بكتير وأكبر. التاني بتاع دسلدورف اللي كنا فيه قبل هنا هو يعتبر تالت أكبر مطار في ألمانيا. فمش مهتمين بيه قوي، لكن هنا بصراحة حاجات كلها جميلة. فهنروح عشان نعمل تشيك ان ونخش الطيارة، وتعالوا اوريكم بقى دنيتنا دي ايه. السنارة بتاع بابا دي عاملة قلق وشكلها مضحك فشخ بصراحة. ده اخر باص وبعد كده نطلع على طول على الطيارة. الدنيا مطر بطريقة غريبة، عشان كده الطيران كله متأخر هنا في ألمانيا. يعني الطيارة بتاعتنا الساعة 10، الساعة دلوقتي 10 ونص. هم حتى مدينا بطانية ومخدة عشان نديها نوم. فأنا فاصل أصلا مش قادر. فأشوفكم في أرض الوطن مصر. الدنيا لعبة واللعبة صعبة، هزها شوية وكفاية قاعدة. عدي كل المراحل وحلمك هتلاقيه. اوصل للوحش اوصل للوحش اوصل للوحش. كل المعاني بتتفهم ولا الكلام، مش كل الجروح بتلاقي صرخة أو ألم، مش كل هم يتحكي أو تقدر بيه. الحمد لله وصلنا أرض الوطن، والحمد لله على السلامة. الحمد لله وصلنا أرض الوطن بس متأخرين حوالي نص ساعة. فهنجيب الأول فيزا جديدة عشان هي معاها باسبور سياحي، وبعد كده هنطلع نشوف أخويا. زمانه منتظرين عشان احنا جايين متأخر حوالي نص ساعة. حتى في زحمة على الشنط هناك اهي. احنا الحمد لله وصلنا وخدنا الفيزا، بس للأسف بقالنا يجي ساعة ونص مستنيين في الطابور اللي هناك ده. الشنطة الكبيرة بتاعتنا ما جاتش من ألمانيا. الشنط المفروض تبقى هنا بس للأسف الشنطة ما وصلتش. الساعة دلوقتي حوالي 5، يعني بقالنا يجي ساعة ونص واقفين مستنيين الشنط. وطبعا أبويا وأمي وأخويا مستنيين بره بقالهم يجي 4-5 ساعات. فحاجة قمة التعب يعني والإرهاق. فإحنا عملنا محضر. هم المفروض قالوا لنا في المحضر ده إن هم هيبعتوا الشنطة على العنوان. عملت محضر وكتبت العنوان وخدت رقم المحضر، الحاجات اللي هي الإجراءات دي كلها، والمفروض هيبعتوها. فالمفروض إن هم قالوا حوالي 5-6 أيام، بس أنا مش عارف يعني. فخير، وأطلع أشوف أبويا وأمي وأخويا المستنيين بره بقالهم كتير. هم المفروض كده الحمد لله خرجنا، خلصنا الجمارك وخرجنا. احنا كده معناش حاجة. فهم يعني حاول أنسى موضوع الشنطة ده وأبقى مبسوط إن أنا أشوف العيلة وكده. حاج ابراهيم. نفس العضلات. المفروض ان بابا وماما مستنيين تحت، فننزل نشوفهم. انا كنت شبه محمد اخويا كده في هولندا، بس جيت في مصر خسيت. استنزار. ده بابا ده عامله قلقه دي من هولندا. المفروض ان بابا وماما دلوقتي مستنيين ومش عارفين ان انا جاي. يعني بصراحه حضن اخويا ده نساني الشنطه والقرف اللي حصل. حضن بقى بابا وماما هو اللي هيفرق. متحمس فشخ، متحمس جدا ان انا اشوفهم. فيلا بينا. ده الجراج اهو، هم في مكان ما هنا.
قول كده تاني، قول. بص هم مستنيين فين؟ هم مستنيين هناك، بس احنا هنروح من ورا. تمام. هننزل بابا من العربيه مثلا، نقول له ايه تعالى ساعدك ولا بتاع. تعالى ساعدني، صاحبي جه وشيل معانا الشنط مثلا، او وماما. تعالى ساعدني. تمام. وماما ما هو مش عارف، ما نوصل ده نشوف. شوف ماما. ماشي. وكده تاني هنعمل ايه؟ انا هروح من هناك. انا لا، انت هتروح وانا هروح من هناك، وليده هتروح من ده هنا خطة كبيرة. ماشي. وليدة وافتح من هنا. الباب. ماشي. تعالى ماشي. نشوف الميكروباص. ربنا يستر خير. المهم بص، الميكروباص هناك اهو. الميكروباص اهو. المفروض ان انا اروح من الناحية دي، حد يصور من هنا حد يصور من هناك. ازيك يا حاج اشرف؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا حاج اشرف؟ وراك ايه؟ يا راجل ده ازيك يا ماما؟ كده ولا ايه؟ والله انا تعبت اكتر منكم. عامل ايه يا حاج اشرف؟ اهو. اهو يا كلب يا جزمة يا حيوان، اهو كلب يا جزمة حيوان. جبت لي جبنة. جبت لي الجبنة من هولندا. والله الفرحة دي نسيتني حوار الشنط خالص، يعني حضن امي وابويا ده بالدنيا. ربنا يرجع باذن الله كل واحد متغرب في بلده. وبس دي كانت نهاية الفيديو، واستنوا فيديوهات جديدة من مصر. يومكم لذيذ. سلام.